كان عندي لفة جلاش في الفريزر، قلت ايه هاتيها كده وغيري واعملي كده فطارة كده مختلفة خالص للولاد النهاردة. جبتها زي ما هي كده وقسمتها نصين، وجبت كل نص وقطعته شرايح بالشكل ده. بس كده وافككها بقى كويس جدا اهو كده. وبعد بقى ما فككتها اخليها على جنب، وابتدي اقطع الجزء التاني، واخلي كل نص لوحده يا بنات اهو بالشكل ده كده. وهنا جبت بقى الصينيه بتاعتي ورحت دهنها بقى كده بحته سمنه صغيره، يعني نص معلقه صغيره يا بنات، او معلقتين 3 زيت الموجود عندك استخدميه. وجبت نص لفه الجلاش اللي انا قطعتها وحطيتها في الصينيه من تحت الاول بالشكل ده كده يا بنات، واخليها بقى متساويه. وبعدين انزل بقى، كان عندك بقى شويه جبن، شويه لانشون، عندك خضروات، بس فلفل، زيتون، اللي عندك حطيه. انا كان عندي كده ميكس لانشون، رحت حطاهم وحطيت عليهم شويه جبنه موتزاريلا. عندك ميكس براحتك، عندك جبنه فيتا براحتك اللي موجود. وتنفع برضو تعمل بالسجق والهوت دوج كل حاجه، والفراخ، كل حاجه اللي انت عايزاه حطيه. بس كده. بس انا ما حبيتش احط ولا فلفل ولا زيتون عشان الولاد مش عايزينها، يعني طالبينها كده. بس كده انزل بقى بالنص التاني وافشه كويس قوي بالشكل ده، واخليها على جنب. اهم حاجه ما تخليش حته عاليه وحته لا. بس واجيب بقى بوله وانزل بكوبايه لبن وعليهم بيضايه، وعليهم كوبايه من الزبادي، وعليهم بقى نص كوبايه سمنه على زيت سمنه، بس براحتك. عايزه تحطي مثلا معلقتين 3 سمنه براحتك. تكون سايحه حطيتها، وحطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. بس كده اضربهم بقى كويس جدا بالشكل ده، وانزل بيهم على الصينيه بتاعتي. عاوزه اقول لكم تحفه. الطريقه دي يا بنات سهله جدا، وما بتاخدش، مش واخده اي وقت ولا مجهود، وتتعمل الميزه اللي فيها انها بتتعمل باي حاجه. يعني لو مش عايزه تحطي بيض خالص براحتك. بس كده افردها بقى كويس قوي بالاسباتيولا، وانزل برضو بالجبن اللي عندي. لو ما عندكيش مش لازم، الموجود عندك حطيه. ونزلت بقى بشويه كده من حبه البركه، وشويه من السمسم برضو. لو مش موجود عندك ما تحطيهوش، براحتك. احنا مش هنوقف نفسينا، احنا اي حاجه هنتعايش بيها يعني. بس كده. وندخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه لغايه ما تاخد لون من الطروف، ونولع عليها الشوايه. بصوا بقى طلعت بالجمال ده، ومنفوخه. شايفين منفوخه ازاي يا بنات؟ تحفه. سبتها بقى لغايه ما تهوي بس شويه، وسلكتها كده بالسكينه من الجناب، وانزلها بقى عندي على السرفيس او القطاعه بتاعتي عشان ابتدي اقطعها. بصوا بوريكم ان الصينيه بص ما لزقتش فيها، وتحفه. عاوزه اقول لكم السوا بتاعها من تحت ومن فوق تحفه. نبتدي بقى نقطعها اهو بالشكل ده. ما خدتش مني اي وقت، سهله جدا جدا. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ الله، بجد يا بنات تحفه تحفه، وسواها حلو جدا وطعمها خطير. انا عاوزه اقول لكم ان الولاد انبهروا بيها، وكلوها وهي سخنه كده، ما استنوش حتى لغايه ما تبرد. بجد يا بنات حلوه جدا، اعملوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.